السلام عليكم اعزائي التشاوي الجمال، رجعت لكم بحلقه جديده مع برنامج الكوره مع التشاوي. بس قبل ما نبدا ما تنساش توحد الله وتصلي على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين، وتعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. ويلا نبدا يا تتشاويه. هنبدا بخبر سريع كده، وهو وكيل احمد الجفالي. وجيل احمد الجفالي رد على الكابتن خالد الغندور وقال له انتوا قلتوا على احمد الجفالي اللي هو بعد الماتش وبعد ما شارك حاجات بسيطه جدا، وما لحقش يلمس الكوره في الماتش بتاع بتروجيت اللي هو مشي لوحده وساب الفريق وما مشيش معاهم. قال له اول حاجه اللاعب ما عندوش عربيه في مصر حاليا، وتاني حاجه قال له طبعا ده يعني مبرر اهبل شويه، انت ممكن يمشي باي حاجه تانية، بس قال له اللاعب اصلا ما يعرفش حاجه في القاهره، وده المبرر المنطقي من وجهه نظري، اللي هو فعلا اللاعب لغايه دلوقتي ما يعرفش اي حاجه في القاهره او في مصر، فهو ما يعرفش يروح لوحده او يمشي لوحده. فده ممكن يبقى كلام صحيح. وقال له كل الكلام اللي موجود الفتره اللي فاتت في الميديا، اللي مشي لوحده ومش مشي لوحده والحاجات ديت، كل دوت مش صحيح، كل ده كلام في اللابولي زي ما احنا بنقول. فده كان رد وكيل احمد الجفالي على كابتن غادر الغندور في الكلام اللي اتقال على الجفالي بعد مباراه بتروجيت. وبصراحه يعني من وجهه نظري يعني ماتش بتروجيت اللاعب نزل 3 فساوي وربع، يعني حتى ما كملش 3 ثواني. ما لحقش يلمس الكوره فانت ليه ما كنتش نزلته اللاعب زي دوت مثلا مكان اللاعب اللي كان بيلعب على الجبهه الشمال 10 دقائق، ربع ساعه، تلت ساعه، على الاقل كنت جربته، كان ممكن ده ينفعك في ماتش الزمالك وورقه رابحه على الدكه. لو مزنوق في ماتش الزمالك كده ولا في ماتش الاهلي لو مزنوق فيه كده ولا كده كنت نزلته. دي من وجهه نظري انا الشخصيه، اللي كنت بشوف اللي اللاعب ده ممكن ينزل قبل كده مثلا بربع ساعه، كنت شفته اداؤه في الملعب عامل ازاي، تعرف هتعتمد عليه في ماتش الاهلي ولا لا، هتنزله بديل ولا لا، فانت ما عرفتش عليه اي حاجه. فدي ممكن تبقى غلطه بسيطه يعني، دي من وجهه نظري انا شايفها كده يعني. نروح للتصريح اللي بعده، وهو تصريح بسيرو. تصريح بسيرو اللي على بتروجيت. ايه اللي حصل فيه؟ قال لك احنا عملنا شوط سيء الشوط الاول، بس الشوط الثاني كنا افضل من بتروجيت وقدرنا نلم نفسنا او نلم نفسنا سريعا. وقال لك اللي زيزو كان افضل لاعب بيحارب على الكوره وكان بيجري على كل كوره وجات له كذا فرصه. ده كان كلام بسيرو. وقال لك كمان ان الفوز على ماتش النادي الاهلي مش هو ده الماتش اللي هيجيب لي الدوري، لا انا لازم اكسب ماتش الاهلي وكل المباريات اللي جايه في الدوري عشان اقدر افوز في لقب الدوري. وقال لك كمان اوجه تحيه لبتروجيت على الماتش الجامد اللي عملوه امام النادي الزمالك، كان ماتش جامد جدا وهي فرقه تحترم جامد قوي. وكمان قال لك المفاجاه بقى هنا، اللي هو مقتنع باللاعب سيدي النضاي، مش عارف ازاي يعني. قال لك ازاي لاعب زي دوت مش بيشارك في المباريات بتاعه نادي الزمالك، وقال لك في الغالب، لا ده انا اللي بقول لك، في الغالب هتشوف زيدي نضاي في الفتره القادمه في ارض الميدان في الملعب في مباريات نادي الزمالك. ودي خدها مني بقى ربنا يستر، لان احنا شفنا سيدي نضاي الفتره اللي فاتت اللي لعبها قبل ما يقعد بقى ويستبعدوه خالص والكلام دوت، كان ما بيلعبش كوره. فربنا يستر ويتالق كده مع الزمالك. هو بيلعب على الجناح الشمال، سريع، بيعرف يراوغ، بس الفتره اللي فاتت ما كانش عارف يعمل ده مع نادي الزمالك. فلو عمل الحلول دي مع احمد الجفالي مع مصطفى شلبي، فانت المفروض كده اللي انت هتنسى ام الجبهه الشمال اللي عملت قلق لجماهير الزمالك كلها، واحنا من ضمنهم والله. انا عارف اللي الجبهه الشمال دي عامله لكم قلق ومش لاقي لها حد وخربانه بمعنى اصح. فيا ريت سيدي الله يتالق مع بيسيرو، وبيسيرو يعرف يدخله فورمه جامده ويشيل الجبهه الشمال دي خالص، هو الجفالي وشلبي يعني. نخش على التصريح اللي بعده. بص احنا قلنا تصريحين، في كمان خبرين او تصاريح هنطول فيها شويه بس هي مفيده جدا. يعني التصريح زي بتاع الكابتن عصام الحضري، قال لك ايه بقى يا صديقي؟ قال لك اللي فيه لعيبه من الزمالك او لاعب من الزمالك ولاعيبه من الاتحاد والاسماعيلي بيلعبوا المراهنات على المباريات. فتخيل كده بتكون لاعب كوره وبتراهن على مباريات، ودي كارثه كبيره جدا. هتقول لي ازاي؟ هقول لك مثلا لاعب في الزمالك بدون ذكر اسماء بقى، المفروض انتوا عارفين اللاعب ده وحصلت عليه كارثه كبيره يعني، والمفروض انتوا عارفين، انا مش هقدر اقول اسم اللاعب. بس لاعب زي دوت راهن مثلا على الفريق بتاعه اللي هو يخسر،
او يكسب، بس قول يخسر ولا الفريق بتاعه كسبان، فانت هتضطر ان انت تتلاعب بنتيجه المباراه عشان الفريق يخسر، عشان الفلوس اللي انت حاططها ما تخسرهاش. زي ايه مثلا؟ حارس او مدافع، فانت بقيت بدل ما انت بتدافع حلو او بتصد حلو، بقيت بتهوش او بتلوش. ليه؟ عشان الاجوان تخش فيك. ليه؟ عشان بدل ما انت كسبان تتحول من الفوز للهزيمه عشان الفلوس بتاعتك تزيد في البرنامج. فدي بقت كارثه، ودي خيانه جامده جدا للفريق وللجمهور وللاداره والكل وللكيان اللي انت بتنضم له، ايا كان ايه هو بقى، الاتحاد الاسماعيلي، الزمالك، اي فريق بقى انت تاني. فقال لك دي كارثه، ديت كارثه. والمشكله اللي في ناس بتروج للموضوع ده في مصر، يعني في شباب لغايه دلوقتي بتعمل دعايات للبرامج ديت. اه الحمد لله انا سمعت لون اكسبت اتقفلت، بس في لسه برامج ما اتقفلتش، في برامج لسه بتتلعب عليها لغايه دلوقتي، فدي كارثه. فلا، وبعدين انت مش فاهم ان الفلوس اللي انت بتدخلها دي حرام. يعني انت كلاعب مش فاهم ان الفلوس اللي انت بتدخلها دي حرام. ما انت ما تقنعنيش ان الفلوس دي حلال، المراهنات حرام. فانت مش فاهم ان الحاجات دي حرام. انا اقسم بالله اتعرض عليا ان انا العب اللعبه ديت مع حد، هو هيراهن بالفلوس وانا هيقول لي هسالك في المباريات وانت تحاول تتوقع من وجهه بقى اللي انت بتتفرج على ماتشات كتير ومش عارف ايه، تحاول انت تتوقع. انا رفضت. ليه؟ لان انا عارف واثق في 100% ان الفلوس ديت ايا كانت ايه هي حرام بنسبه 100%. يعني عارف، بس لو في 1% اللي الفلوس دي تبقى حلال، لا هي بنسبه 100% الفلوس دي حرام. وكمان اللاعب ده بيبقى قدوه لشباب اخرى. فتخيل الشباب ديت بتشوفك انت بتلعب اللعبه دي، فهتقلدك وهتلعب زيك اللعبه ديت، فانت هتبقى ضريت شباب اكتر، وفي ذنب راجع عليك لان انت الناس دي انت قدوتهم. فدي كارثه، دي انت مش فاهم الذنب اللي انت بتعمله قد ايه. ده غير طبعا الفلوس اللي انت بتجيبها حرام لاهل بيتك، فانت بص بقيت كوارث من كل من الجوانب يعني، ضايعه. فانا من وجهه نظري ليه ما نقفش او نعمل وقفه للحاجات دي في اتحاد الكوره على الاقل؟ يعني ليه ما يعملوش قرار؟ مش وقف بقى شهرين ثلاثه اربعه غرامه، سيبك من الكلام ده كله. ليه اللي يلعب اللعبه ديت ما يوقفش المدى الحياه كوره، يعني ما يلعبش كوره تاني؟ انا مش بهرج، انا مش بقول الكلام ده في كهزار، لا انا بتكلم الكلام ده بجد. يعني ليه ما يبقاش اي حد او اي لاعب كوره يلعب اللعبه ديت ما يلعبش كوره تاني مدى حياته؟ صدقوني الفكره دي لو اتعملت مش هتلاقي واحد بس بيراهن، لان هيخافوا. ما انا عشان اكسب من المراهنات اكثر تاريخي، اكثر ارقام انا باخدها من اي نادي بلعب فيه عشان العب الالعاب هبله زي ديت. فلا، لازم يتحط وقفه من اتحاد الكوره على الالعاب ديت، لاني ضرر كبير قوي، دي ضرر كبير قوي بجد. وده تصريح كابتن عصام الحضري اللي قال لك اللي فيه لعيبه بتلعب الالعاب دي، وقال لك اللي الكابتن عصام الحضري عارف اللعيبه دي بس ما رضاش اللي هو يصرح عنها في البرنامج. نروح بقى زيزو وبرنامج صاحبة السعادة. قال ايه بقى؟ قال لك اني الزمالك اللي عملني، ودي حقيقة، وقال اني وانا بلعب في البرتغال محدش كان عارفني، وقال كمان وجودي في الزمالك هو اللي خلاني اتعرف في السعودية وهنا 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 وهنا، ودي حقيقة. يعني هو مش بيجامل الزمالك او بيقول لا، هو دي الحقيقة. ده فعلا الزمالك هو اللي عمل زيزو، وكلنا عارفين كده. فدي هو مش مجامله، لا هو بيقول الحقيقه. وهو ما يتشكرش من جمهور الزمالك او يتشكر من اداره الزمالك او لا، هو لان هو بيقول اللي حصل، هو مش بيجامل او بياخد لقطه، لا هو ده اللي حصل بجد. وقال كمان اللي الارقام، او سيبك من الارقام نخش على اللي بعدها ونرجع للارقام تاني. قال لك اني لغايه دلوقتي بعد ما خلص العقد بتاعي مع نادي الزمالك اللي هو مقدر حاليا ب6 شهور اللي فاضل في العقد بتاعي، انا ما اعرفش انا هعمل ايه. وده تصريح مقلق لحد ذاته. يعني ايه مقلق؟ ما هو اللي يقول لك انا ما اعرفش انا هعمل ايه يبقى انا مش في الزمالك لغايه او مش او يعني مش حكايه انا مشيت من الزمالك، لا انا لغايه دلوقتي لسه ما مضيتش للزمالك كتجديد عقد. فدي خبر مقلق للزمالك، او بيستفز الزمالك عشان تضغط على الاداره اللي هو يعني ايه، يسرع اللي هو يخلي الزمالك يمضي بالرقم اللي زيزو عايزه. انت فاهمني؟ ودي غلط. انا بحس اللي هو بيثير الجدل بالحركه دي من وجهه نظري انا الشخصيه. ممكن انت ما تتفقش معايا، قول لي في الكومنتات انت ايه دنيتك، او انت شايف التصريح ده ازاي؟ اللي هو يقول لك انا لسه لغايه دلوقتي مش في الزمالك، او انا مش عارف بعد ما اخلص 6 شهور دول انا هعمل ايه. فده هو بيحمس جمهور الزمالك عشان يضغط على الاداره عشان الاداره تجدد يزيزو بالرقم اللي هو عايزه.
انا بشوفها كده، انت ممكن تشوفها حاجه تانية، طبعا دي حريتك، بس انا شايفها كده. وقال كمان ان الارقام اللي في الميديا حاليا كلها غلط. طب اعتبر ان هي كلها غلط، انت عقدك حاليا مع الزمالك كام؟ تقريبا 40 مليون جنيه، تقريبا 40 مليون جنيه. فانت لو طلبت 50 60، متهيألي الضجه دي مش هتتعمل اللي احنا شايفينه، يعني الضجه مش هتبقى بالغباوه الجامده قوي دي. فبالتالي لما يتعمل ضجه زي ديت، فانت تبقى طالب رقم كبير. دي يعني الف في كوره، يعني مش محتاجين اصلا تفكير. انت لو بتاخد 40 وطلبت 50 او 60، الضجه دي مش هتتعمل عليك بالقوه دي. انما لا، انت حاليا طالب رقم اكبر من 60 و70 الف مليون جنيه. فانت بتحاول تهدي جمهور عليك شويه. وبعدين والدك طلع قال اللي ده بياخد كذا وده بياخد كذا وده بياخد كذا، فانتوا بالتالي طالبين رقم كبير. عمرك ما هتكون طالب بالرقم اللي انت بتاخده مع الزمالك دلوقتي، لا انت اكيد معديه برقم كبير جدا. وكمان قال اني اللي انا طالبه مش كتير. لا بس انا عارف اللي انت طالبه كتير. انا عارف الارقام اللي موجوده في الميديا حاليا حقيقيه، ممكن ما تكونش كلها حقيقيه بس في جزء منها حقيقي، ودي عن ضمان انا الشخصيه. انا بقول لك اللي فيه جزء من الارقام اللي موجوده في الميديا حاليا حقيقيه يا كابتن زيزو. وكمان قالت له انت ليه جمهور الاهلي ما بيكرهكش وبيحبك؟ قال له يعني هو رد عليها قال لها عشان انا ما بغلطش او بعمل لقطه كده ولا كده تسيء للنادي زي الاهلي، للجمهور النادي الاهلي، فعشان كده بيحبني، وانا مش هعمل لقطه عشان اكره جمهور الاهلي فيا وعشان جمهور الزمالك يحبني اكتر. لا انا يعني هو ده الكلام اللي قاله. وكمان بجد انا شايف ان ده تصريح يحترم من كابتن زيزو. على ما اعتقد اي اهلاوي او اي زملكاوي يشوف ان كلام زي ده يحترم. زي برضو اما كابتن شوبير قال لبن شرقي على التصريح اللي هو قاله في البرنامج بتاعه، وقال له انا احب جمهور الزمالك وبحترمه ومش عارف ايه. برضو ده قرار، ده تصريح يحترم من بن شرقي ومن زيزو. فلا زيزو كان رد مثالي بصراحه، يعني انا من وجهه نظري انا ده رد مثالي، ولا زعل الجمهور ده ولا زعل الجمهور ده، فبجد عاش قوي على الرد ده. بس حكايه بقى اللي انت لغايه دلوقتي لسه ما شفتش انت رايح فين او هتعمل ايه، دي كارثه لنادي الزمالك. يعني ازاي لا وفي لقطه كمان نسيت اقول لكم عليها. قال لك اللي فيه 7 عقود حاليا بتتجدد في نادي الزمالك، فادوهم الاهميه زي ما انتم مدين الاهميه. ما هو ما فيش حد بيطلب الرقم اللي انت طالبه، ما فيش حد من ال7 عقود دول بيطلبوا الرقم اللي انت طالبه يا زيزو. فعشان كده انت واخد القطر الاعلى منهم من الاهميه، لان الرقم اللي انت طالبه كبير قوي. لازم تفهم الحكايه ديت، عشان كده هم مش مدينهم الاهميه اللي انت واخدها. طبعا هم لعيبه كبار زيك، بس القدر الاهميه الاعلى في تجديد العقود زيزو هو اللي واخده، كلنا عارفين كده بسبب الرقم اللي هو طالبه. دي حاجات كلنا عارفينها. فكمان اللي انت تاخد لاعب يدنه 6 شهور عشان تجدده العقد بتاعه، دي كارثه. ديت كارثه اقسم بالله. ازاي لاعب بقاله 6 شهور مش عايز يجدد؟ دي حاجه غلط جامده قوي. يعني ايه لاعب 6 شهور ما يجددش؟ لا فلا بجد يعني كارثه. فبكده يبقى خلصنا الحلقه بتاعتنا، واتمنى ان هي تبقى عجبتك، ولو عجبتك ما تنساش اللايك والشير وتقول لي في الكومنت عجبتك ولا لا، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول، وتصلي على النبي وتوحد الله. والتحدي بتاعنا 1000 من نهايه السنه، ونوصل الفيديو ده لاي عدد من اللايكات. وسلام.